السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدقايق اللي جاية هنقضيها في رحاب سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما، ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ستنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وأخو سيدنا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحسين رضي الله عنه اتولد في شهر شعبان سنة 4 هجرية، وأوتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، وأذن النبي في أذنه وعق عنه بكبش كما فعل مع أخيه الحسن، وكان بياخده صلى الله عليه وسلم معاه للمسجد، وكان بيشيله على كتفه وبيقبله ويضعه في حجره ويرقيه صلى الله عليه وسلم. 11 هجرية توفى النبي صلى الله عليه وسلم، ولحقت بالنبي ستنا فاطمة الزهراء في نفس العام بعد شهور قليلة. وسيدنا الحسين كان ساعتها عنده 6 أو 7 سنين. وفي ليلة 21 رمضان سنة 40 هجرية قتل أبيه علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا، على يد عبد الرحمن بن ملجم، ضربه بسيف مسموم أثناء الصلاة وهو بيصلي. استشهد سيدنا علي وكان عمره 64 سنة. بعد وفاة سيدنا علي اختار الناس سيدنا الحسن ابنه الأكبر للخلافة، وده كان في رمضان سنة 40 هجرية. فضل كام شهر، لكن سنة 41 عقد صلح مع معاوية ابن أبي سفيان، وتنازل عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين، وتمت مبايعة معاوية، والتزم سيدنا الحسين رغم اعتراضه طاعة لأخيه الحسن والحسين بعد الصلح مع معاوية سابوا الكوفة ورجعوا المدينة المنورة. فضلوا في المدينة لغاية ما تعب سيدنا الحسن، وطلب من أخيه الحسين إنه يدفنه في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عرضوا على السيدة عائشة رضي الله عنها قالت نعمة وكرامة. لكن مين اللي رفض ومنع إن ده يحصل؟ والي المدينة المنورة ساعتها مروان بن الحكم، وقال لا ندعه يدفن مع رسول الله، أي يدفن عثمان بالبقيع ويدفن الحسن بن علي في الحجرة. فحصلت مشكلة بين سيدنا الحسين ومروان، ولما الصحابة رضي الله عنهم لقوهم على وشك القتال، خاف الصحابة من وقوع فتنة، وقالوا لسيدنا الحسين نناشدك الله ووصية أخيك، فإن القوم لن يدعوك حتى يكون بينكم دماء. وكان سيدنا الحسن قال له ادفني عند أبي، يوصل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تخافوا الدماء فادفني في مقابر المسلمين. المهم دفن سيدنا الحسين سيدنا الحسن رضي الله عنهما في البقيع عند قبر فاطمة بنت أسد، ودي أم سيدنا علي رضي الله عنهم جميعا. استمر سيدنا الحسين على عهد أخيه مع معاوية طيلة حياة معاوية، لغاية ما معاوية بن أبي سفيان مات في شهر رجب سنة 60 هجرية، الموافق إبريل 680 ميلادية. لكن معاوية خلى أهل الشام والمدينة يدوا البيعة لابنه يزيد قبل ما يموت، وده خلى الأحداث تتطور بشكل رهيب جدا. طبعا رفض سيدنا الحسين والكثير من الصحابة لبيعة يزيد بن معاوية لأسباب كتير، منها عدم التزام معاوية بشروط الصلح، الحرص على مبدأ الشورى، ورفض فكرة مبايعة يزيد في حياة أبيه، قالوا له أهرقلية يعني عايز تخليها ملكية، وكمان إن في من هو أفضل وأحق منه سيدنا الحسين. واللي عمله معاوية بأنه خلى ولاية العهد بعده لابنه يزيد ما كانش معروف وغير معمول به في الخلافة. فالصديق رضي الله عنه وأرضاه أوصى بيها لسيدنا عمر وهو مش من قومه، وعمر رضي الله عنه وأرضاه خلاها في 6 من أهل الشورى ولم يجعلها في أبنائه، وبويع ساعتها لسيدنا عثمان بالخلافة لأنه واحد من ال6 اللي اختارهم سيدنا عمر رضي الله عنه. ولما استشهد سيدنا عثمان رضي الله عنه بايع الناس سيدنا علي بن أبي طالب، ولم يقبل معاوية بذلك، وطالب بدم عثمان في القضية المشهورة واللي حصل بعدها الفتنة وموقعة الجمل، وبعدين موقعة صفين بين سيدنا علي ومعاوية. ولما استشهد سيدنا علي زي ما قلنا تنازل سيدنا الحسن بن علي لمعاوية حقنا للدماء، بشرط ان الخلافة ترجع من بعده شورى باختيار المسلمين.
فمعاوية بن أبي سفيان هو أول من بدل الخلافة وخلاها ملكا، وعدوا كتير من الصحابة لكنه خد البيعة ليزيد. المهم رفض سيدنا الحسين بيعة يزيد بن معاوية وخرج من المدينة لمكة. قعد في مكة كام شهر وبعت ليه أنصاره في الكوفة رسائل كتير جدا بتطلب منه الحضور علشان يبيعوه. سيدنا الحسين بعت ليهم ابن عمه مسلم بن عقيل وقال له روح شوف أهل الكوفة إيه الموضوع والدنيا فيها إيه. سافر الكوفة مسلم بن عقيل. في الأول التف أهل الكوفة حواليه وبيعوا حوالي 18,000 منهم. وصل الخبر ليزيد، قام عازل والي الكوفة النعمان بن بشير بتهمة التساهل مع الاضطرابات، وعين والي جديد هو عبيد الله بن زياد عليه لعنة الله. وكان أرسل مسلم بن عقيل لسيدنا الحسين رسالة قال له فيها أهل الكوفة كلهم معك وقد بايعني منهم 18,000. عبيد الله بن زياد كان من أفجر وأفسق الناس وقدر يوصل لمسلم بن عقيل وقتله، وأنصار الحسين تخلوا عنه وخذلوه. وفي الأثناء دي كان خرج سيدنا الحسين للكوفة ولم يكن يعلم بمقتل ابن عمه وخذلان أهل الكوفة ليه. حاول بعض الصحابة منعه خوفا عليه لكنه عزم على الخروج وخرج رضي الله عنه. قبل ما يوصل الكوفة جاله خبر مقتل مسلم بن عقيل وخذلان أهل الكوفة ليه. طبعا احنا بنتكلم وقتها اللي ارسلوا للحسين ويتعهدوا بنصرته وحمايته وبعدين تخلوا عنه. احنا بنتكلم تاريخ. وصل سيدنا الحسين الى الكوفة علشان تحصل الفتنة الكبرى معركة كربلاء. تعالوا نعرف ايه اللي حصل. في 10 محرم سنة 61 للهجرة الموافق 12 أكتوبر 680 ميلادية وقعت معركة كربلاء. اتسمت كده عشان أحداثها وقعت في مدينة كربلاء في العراق. أرسل عبيد الله بن زياد عمر بن سعد على رأس جيش، وكان معاه في ميمنة الجيش عمر بن الحجاج، وفي الميسرة شمر بن ذي الجوشن، عليهم جميعا لعائن الله. وقبل المعركة بكام يوم تمكن عمر بن سعد أنه يحبس الماء عن سيدنا الحسين ومن معه، فباتوا أيام من غير مية يعانون من العطش. تخيلوا لغاية يوم 10 محرم التقى الجيشان. بنقول التقى الجيشان مجازا. تخيلوا سيدنا الحسين ما كانش معاه غير حوالي 82 وكلهم من أهل بيته وأصحابه بما فيهم النساء والأطفال. كان الحسين رضي الله عنه معاه 32 فارس و40 رجل من المشاة والباقي أطفال ونساء. وأعطى الراية لأخيه العباس بن علي قصاد جيش مكون من 4000 جندي. بدأ الرماة يمطرون الحسين وأصحابه بوابل من السهام وأصابوا كتير منهم واشتد القتال. وبدأ أصحاب الحسين رضي الله عنه يتساقطون واحد تلو الآخر. مات منهم 50 وحوطوا اللي بقى منهم وحرقوا الخيام لغاية ما سقط العباس بن علي اللي كان بيدافع عنه شهيدا. ولم يبقى في الميدان غير الحسين وأصيب رضي الله عنه بسهم في نحره، وبقت ضربات الرماح والسيوف تجيله من كل حتة. قتل الحسين وجميع صحبه وبعض أهل بيته. لكن مين اللي جاله قلب يقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسبط معناها قطعة منه، دلالة على شدة حب الرسول صلى الله عليه وسلم ليه وللحسن أخوه. رحم الله سيد شباب أهل الجنة ريحانة رسول الله. وربنا ما سابش حد من قطرة الحسين إلا وانتقم منه، يا إما بعمى يا إما بخرس أو جنون يا إما بمرض عضال، عقوبة من الله. سنان بن أنس النقعي اللي قتل الحسين جاله خرس واتجنن، والأطفال بقى يجروا وراه وكان بياكل ويخرج فضلاته أعزكم الله قدام الناس وهم بيضحكوا عليه لغاية ما مات وهو على الحالة دي. المجرم شمر ابن ذي الجوشن اللي قطع رأس الحسين، هذا الخبيث مات شر موتة. طلع عليه ناس عذبوه قتلوه ورموا جثته للكلاب، عقوبة من الله. وأمير الجيش عمر بن سعد قتل شر قتله. وذهب إبراهيم بن الأشتر للمدبر عبيد الله بن زياد الذي أمر ودبر فقتلوا شر قتله وقطع راسه. بعت راسه لعبد الله بن الزبير، أرسلها عبد الله بن الزبير لعلي بن الحسين رضي الله عنه اللي كان طفل ونجا، ونصبت رأسي في المسجد. أما يزيد بن معاوية الناس كرهته وأبغضوه لمقتل الحسين وصار عليه الناس مرات ومرات، وكان بيقمع الناس لدرجة أنه عمل جريمة تانية مع أهل المدينة لما صاروا عليه فيما يعرف تاريخيا بموقعة الحرة، ودي قتل فيها ناس كتير جدا. ملكه لم يدم إلا 4 سنوات وغادر الدنيا غير مأسوف عليه. كل من أمر أو شارك أو نفذ أو رضي بمقتل الحسين رضي الله عنه عاقبه الله
الله تعالى في الدنيا وعذاب الآخرة أكبر وأشد. ويفضل السؤال: أين دفنت رأس الحسين رضي الله عنه؟ زي ما قلنا الحسين رضي الله عنه قتل في كربلاء سنة 11 هجرية 680 ميلادية، وانفصلت الرأس الشريف عن الجسد. الجسد دفن في كربلاء، وده متفق عليه من أغلب المؤرخين، لكن اختلفوا في مكان دفن الرأس الشريف. بلاد إسلامية كتير بتقول إن الرأس مدفونة عندها، عايزة تنال هذا الشرف، فنقدر نقول إن في 8 أماكن المؤرخين قالوا إن الرأس موجودة فيها. المكان الأول هو كربلاء، وده بيقولوا بعض من إخواننا الشيعة إن الرأس اندفنت مع الجسد في كربلاء. بعد حوالي 40 يوم بيقولوا إن علي بن الحسين خدها معاه وردها إلى كربلاء بعد 40 يوم من مقتله، علشان كده عندهم حاجة اسمها ذكرى ال40. المكان الثاني هو البقيع، اتقال إنها دفنت في بقيع المدينة المنورة عند أخيه الحسن أو عند أمه. المكان الثالث إنها اتدفنت في دمشق مقر الخلافة الأموية. الرأي ده بيقول إن الرأس فضلت في خزانة يزيد لغاية ما توفى، بعد كده خدوها بعد وفاته وكفنوها ودفنت داخل باب الفراديس في دمشق، واتقال إنها اتدفنت في حائط، واتقال إنها دفنت في دار الإمارة. المكان الرابع إنها اندفنت في حلب، وموجود مسجد في حلب في صخرة بيقال إن رأس الحسين وضعت عليها. المسجد ده اسمه مسجد النقطة. المكان الخامس هو الرقة على نهر الفرات. المكان السادس هو مدينة مارو في تركمانستان. المكان السابع في عسقلان في فلسطين، وكان في مشهد في عسقلان دمروا الاحتلال، وأقيم حديثا علامة مكانه عبارة عن مربع رخامي كده داخل الكيان. المكان الثامن هو اللي احنا فيه دلوقتي، ولو صح السابع انه كان موجود في عسقلان يبقى يصح الثامن ان الرأس الشريفة موجودة هنا دلوقتي، لان ايام الخليفة المستعلي في 493 هجرية 1099 ميلادية، وده تاريخ الحملة الصليبية الاولى اللي سيطر فيها الصليبيين على بيت المقدس. ارسل المستعلي الوزير الافضل شاهنشاه ابن بدر الدين الجمالي علشان يحاربهم. الافضل عدى على مدينة عسقلان وراح المكان اللي مدفون فيه الرأس الشريفة، كان اندثر فجددوا وفتحوا للصلاة، والمكان ده فضل لزمن الخليفة الفائز في نهاية الدولة الفاطمية أيام وزارة الصالح طلائع. سنة 548 هجرية 1153 ميلادية الصليبيين وصلوا لعسقلان، والدولة الفاطمية في القاهرة خافوا انهم ينبشوا المكان اللي مدفون فيه الرأس، فسافر الوزير الصالح طلائع واتفق مع الصليبيين ياخد الرأس مقابل مبلغ من المال، اتقال 30,000 دينار واتقال 80,000 دينار. الصالح طلائع رجع بالرأس وحب يدفنها في المسجد بتاعه الموجود خارج باب زويلة أو بوابة المتولي. بعد ما نخرج من الباب على طول بنلاقيه. كان عايز يدفن الرأس في المسجد ده، وعمل قبة ضريحية عشان تدفن فيه، لكن بطانة الخليفة قالوا له ازاي تفرط في الشرف ده وتسيبه للوزير الصالح طلائع، فجاب الراس من مسجد الصالح طلائع ودفنها داخل القصر الشرقي في قاعة اسمها قاعة الزمرد. ما هو المكان اللي احنا فيه دلوقتي كان جزء من القصر الشرقي وامتداد لتربة الزعفران اللي كنا اتكلمنا عنها واحنا بنتكلم عن خان الخليلي. الفيديو بتاع خان الخليلي هيطلع لحضراتكم وهتلاقوه في صندوق الوصف. تربة الزعفران دي كانت بتحوي أجساد ورفات أجداد وآباء الخلفاء الفاطميين وبنيهم. القصر ده كان بيشغل خمس مدينة القاهرة، كان مبني على مساحة 70 فدان، وبالتالي القصر كان واصل لغاية هنا. المهم بعد سنة في 549 هجرية 1154 ميلادية اتبنى قبة فوق الضريح، لكن ما فضلش منها غير الباب الأخضر، الباب اللي موجود تحت المأذنة القديمة دي. والباب الأخضر ده هو الحاجة الوحيدة اللي فاضلة من العصر الفاطمي، يعني أقدم مكان في المسجد هو الباب الأخضر. لما جه صلاح الدين وأسقط الدولة الفاطمية زي ما احنا عارفين في 567 هجرية 1171 ميلادية، وعمل شوية حاجات للقضاء على المذهب الشيعي، نقل صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومنع التدريس فيه، وفتح هنا مكان مسجد الحسين مدرسة لتدريس المذاهب السنية الأربعة. يعني المكان أيام صلاح الدين كان مفتوح للزيارة ولدراسة المذاهب الأربعة. وبعد كده اتعمل في العصر الأيوبي قاعدة المأذنة دي، يعني المأذنة دي القاعدة بتاعتها أيوبية، لكن زي ما احنا شايفين القمة بتاعتها على شكل قلم رصاص، وده معناه إنها من العصر العثماني. بعد كده كان في مدرسة هنا بتدرس المذاهب الأربعة زي ما قلنا، لكن مدرسة بقى وبناها الصالح نجم الدين أيوب. المسجد الحالي حل محل مدرسة الصالح. الجامع الحالي كله من عصر خديوي إسماعيل، وعلي باشا مبارك هو اللي كان المشرف
على التجديد وإعادة البناء. المأذنة الطويلة المشهورة اللي احنا بنشوفها دي تم الانتهاء من بنائها ب 1878 ميلادية، ومن عمل الخديوي إسماعيل زي ما قلنا. لكن القبة اللي تحتها المقصورة اتبنت في الثمانينات تقريبا، يعني حديثة. من كام سنة تم تجديد المسجد بالكامل من قبل طائفة البهرة الشيعية، وهم برضو اللي قاموا بعمل المقصورة اللي فيها الضريح معمولة من الفضة والذهب. اللي احنا شايفينه ده فضة وذهب. أكيد كل مكان في مشهد لسيدنا الحسين بيقول إن الراس الشريفة مدفونة عنده، لكن أنا عجبني جدا قول القائل: ففي أي مكان كان رأسه فهو ساكن في القلوب والضمائر، قاتن في الأسرار والخواطر. رحم الله الإمام سيد شهداء أهل الجنة. ده كان موجز لواحد من الأحداث الجسام اللي مرت بالأمة الإسلامية. نسأل الله أن يوحد صفوف المسلمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤلف قلوب المسلمين جميعا، وأن ينشر الحب والسلام في العالم أجمع. قناتنا هي قناة للجمال، لا نسمح بالتجاوز في حق أحد، لا جدال ولا تناحر ولا سياسة ولا مذاهب. مفيش حد دلوقتي مسؤول عن الأحداث اللي حصلت، المسؤول عنها اللي عملوها وقتها، عليهم من الله ما يستحقون. قدر الله وما شاء فعل. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ شعوب العالم كله من القاسية قلوبهم في كل مكان وزمان، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.